في ناس كتير قوي بتعيش عمرها كله وهي بتحاول تبطل اي عاده سيئه، بس كل مره بتحاول فيها بترجع من تاني، وده على فكره مش لانها ضعيفه ولا حاجه، لكن لانها فاكره ان التغيير بيجي من بره مش من جوه. لكن الحقيقه بقى يا صاحبي ان التغيير الحقيقي بيبدا لما قلبك يتغير، ولما نيتك تتبدل، ولما تبطل تبص للدنيا على انها ساحه متعه وتبدا تشوفها كساحة اختبار. ربنا يا صاحبي ما خلقناش علشان نعيش في دوامة الغلط والتوبة، يعني نقعد كل شوية نغلط ونتوب ونقعد بقى في الدايرة اللي ملهاش نهاية دي. ربنا يا صاحبي خلقنا علشان ننتصر على نفسنا، وصدقني يا صاحبي أول خطوة في طريق التغيير هي إنك تبطل تبرر لنفسك وتبدأ تواجهها بكل صدق. وهنا بقى يا عزيزي حابب أقول لك إن في 7 أركان لو مشيت عليهم خطوة بخطوة هتلاقي نفسك بتتغير بجد، وده لأن كل ركن منهم هو مفتاح لباب جديد في حياتك، باب يقربك من ربنا ويخليك تبطل كل عادة كانت بتبعدك عنه. وعلى فكرة الطريق مش سهل، بس الجميل بقى في الطريق ده ان ربنا دايما فاتح لك باب الرجوع، يعني مهما كنت واقع فلسه في امل ولسه التغيير ممكن. فركز بقى كده في كل ركن وعيشه بايمان وطبقه بحب، وشوف بنفسك ازاي حياتك هتتبدل واحدة واحدة. وعلى فكرة الاركان دي مش علشان تبقى مثالي ولا حاجة، لكن علشان تبقى قريب من ربنا، وهو ده بقى يا صاحبي اعظم تغيير ممكن توصل له. بس في الاول كده ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، تعمل لايك للفيديو ولو لسه ما عملتش، وبالمره كده تسيب لي تعليق تقول رايك ايه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، ولو عندك اقتراح لموضوع معين يا ريت تسيبونا في التعليقات. وما تنساش بقى اهم حاجه، وهي انك تفعل زر الجرس علشان تجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اول باول. الركن الاول معانا يا صاحبي هو الرضا بقدر الله. بص يا صاحبي اول خطوه كده في طريق التغيير الحقيقي هي انك تتعلم الرضا بقدر ربنا. وعلى فكره الرضا مش بالكلام خالص، لانه محتاج منك فعل قوي وصدق واخلاص في الفعل اللي انت هتقوم بيه. المهم يا صاحبي ان الرضا اللي بكلمك عنه ده معناه انك تبطل تسال نفسك اشمعنى انا، هو ده اللي حصل لي انا بالذات وبقيه الناس عايشه كويسه اهي. هنا بقى يا عزيزي عاوزك تاخد بالك من الاسئله دي، لانها للاسف هي اللي بتكسر النفس وبتخليك عايش في دوامه من المقارنه والوجع. لكن بقى انت يا صاحبي لما توصل لمرحله تقول فيها يا رب انا راضي حتى لو مش فاهم، ساعتها بس يا صاحبي ربنا بيفتح لك ابواب ما كنتش تتخيلها. الرضا يا عزيزي مش معناه ان انت تستسلم وتبطل تسعى، لا خالص. الرضا معناه انك تسعى وانت مطمن، تبقى عارف ان كل تعب محفوظ عند ربنا، وان النتائج هتيجي في الوقت اللي ربنا شايفه انسب ليك. اللي بيرضى يا عزيزي بيعيش مرتاح حتى لو الدنيا حواليه ما كانتش كامله، واللي مش راضي مش هيطمن حتى لو كان عنده كل حاجه. ربنا يا صاحبي عادل في اسمته، يعني كل واحد واخد رزقه بدقه متناهيه، ويمكن انت اصلا دلوقتي في مرحله بناء مش مرحله ظهور، وربنا مأخر فرحتك علشان تبقى اثبت لما تيجي. ومن هنا بقى يا صاحبي بنوصل للركن الثاني واللي هنعرف فيه ان كل انسان له اختبار مختلف. بص يا صاحبي من اكتر الحاجات اللي بتتعب الناس وبتخليهم يقارنوا نفسهم بغيرهم ان هم ناسيين ان كل واحد فينا له اختبار خاص بيه. ربنا يا صاحبي ما خلقش اتنين بنفس الظروف ولا بنفس التحديات، يعني كل انسان ماشي في طريق في ابتلاء معمول مخصوص على مقاسه. يعني ما تفتكرش ان اللي عنده فلوس مرتاح ولا اللي ظاهر سعيد من غير هموم مرتاح، وحتى اللي ربنا فاتح عليه برضه بيتعرض لمشاكل كبيره جدا. كل واحد يا صاحبي عنده وجع، بس كل واحد ربنا مديله قوه مختلفه علشان يعدي بيها امتحانه. لازم تعرف يا صاحبي ان اللي بيقارن نفسه بغيره بيظلم نفسه مرتين، مره لما يقلل من اللي عنده، ومره لما بينسى ان اللي قدامه بيكافح هو كمان في طريقه. ربنا سبحانه وتعالى يا صاحبي قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعني انت ليك اسمتك اللي ربنا اختارها لك بعدل تام. فبدل ما تقول بقى هو ليه حياتي صعبه، قول اكيد ربنا شايف فيا قوه اقدر بيها على الامتحان ده. صدقني يا عزيزي اللي بيفهم المعنى ده بيرتاح، وده لانك لما تبطل تبص لغيرك وتبدا تركز في اختبارك انت هتعرف ان ربنا بيقربك مش بيعاقبك، وبيثقلك مش بيكسرك. وساعتها بس يا صاحبي هتعيش في سلام، لانك خلاص عرفت ان الاختلاف مش ظلم، ده عدل إلهي، وإن كل وجع في حياتك هو جزء من خطة ربانية بتجهزك لحاجة أكبر. علشان كده بقى يا صاحبي عاوزك ما تقارنش نفسك بحد تاني غيرك، وركز على نسختك أنت علشان تنجح وتبقى قدوة لغيرك مش عبرة للناس. الركن التالت بقى يا عزيزي هو اعرف قيمتك عند ربنا مش عند الناس. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تقع في فخ المقارنة إن هم بيقيسوا قيمتهم على مقياس الناس مش على ميزان ربنا. يعني لو الناس سقفت لك تبقى ناجح، ولو سكتوا تبقى فاشل، وده يا بطل اكبر غلطه ممكن توقع فيها نفسك. القيمه الحقيقيه يا صاحبي مش في لبسك ولا في شغلك ولا في عدد الفولورز اللي عندك ولا حتى في كلام الناس عليك، وده يا صاحبي لان قيمتك الحقيقيه عند ربنا بتتقاس بصدق نيتك وبالخير اللي بتعمله في الخفا وبقلبك النظيف اللي محدش شايفه غيره سبحانه وتعالى. ربنا يا صاحبي مش بيبص لمظهرك خالص، ربنا بيبص لقلبك. فلو قلبك بقى مليان باخلاص ورضا فانت كده بقيت عند ربنا غالي جدا حتى لو الناس مش شايفه ده. للاسف بقى يا صاحبي المقارنه دايما بتحصل لما تحاول تثبت انك كفايه في نظر الناس، بس لما تفهم بقى ان المهم انك تكون كفايه عند ربك ساعتها بس بتهدى، ومش بيفرق معاك راي
لأي حد أيا كان هو مين. اعرف يا صاحبي إن الناس بتمدحه النهاردة ممكن تهاجمه بكرة عادي جدا، لكن ربنا بقى عمره ما هيخذلك طول ما نيتك صافية ليه. الناس يا صاحبي بتديلك لحظات، لكن ربنا بيديلك بركة، واللي ربنا بيكرمه يا عزيزي محدش يقدر يقلل منه خالص. فخلي هدفك بقى يا بطل مش انك تبقى الافضل في نظر البشر، لكن انك تبقى مقبول عند اللي خالق البشر. ووقتها بس يا صاحبي هتعيش مرتاح ومطمن وواقف على ارض صلبة، لانك مش مستني التسقيف من حد، انت مستني رضا الله. الركن الرابع بقى يا عزيزي هو حسن الظن بالله. بص يا صاحبي، انت لما تتعلم تحسن الظن بربنا هتكتشف ان انت كنت عايش طول الوقت في قلق ملوش ريحه اللازمه. وده لان اللي بيقارن نفسه بغيره دايما بيبقى حاسس ان ربنا مأخره، او انه نسيه، او ان حظه قليل في الدنيا. بس الحقيقه بقى ان ربنا عمره ما بينسى عبد دعاه بصدق، ولا بيأخر رزق الا وهو شايف ان التأخير ده فيه خير كبير قوي ليه. وعلى فكرة حسن الظن بالله ده مش كلمة بنقولها كده وخلاص، دي حالة قلبية. يعني لما الدنيا تضيق تقعد كده وتقول أكيد ربنا بيجهز لي حاجة أحسن، ولما تشوف غيرك سبقك تقعد كده ساكت وتقول ده وقته، أما أنا بقى فوقتي لسه ما جاش. الحالة دي يا صاحبي هي الإيمان الحقيقي، إيمان جاي من إنك واثق إن ربنا بيدبر لك الصح حتى لو انت مش فاهم الصورة كلها دلوقتي. اللي بيحسن الظن بربنا يا صاحبي بيعيش مرتاح، مش بيتوتر من اللي راح ولا بيخاف من اللي جاي، وده ببساطة لأنه عارف إن كله تحت عين ربنا، وإن الخير كده كده جاي في ميعاده. وصدقني يا صاحبي لما قلبك يتعلم يظن خير هتشوف الخير فعلا في حياتك بالظبط كده، زي ما قالوا اللي بيتوقع الخير بيلاقيه، لأن ربنا على قدر ظن عبده بيه. فبدل بقى ما تسأل نفسك أنا ليه لسه متأخر، قول يمكن ربنا بيحميني، وبدل ما تزعل إن أنت لسه ما وصلتش قول أنا ربنا بيجهزني. ساعتها بس يا عزيزي هتلاقي نفسك مطمن وفي رضا غريب جدا بينزل على قلبك، لأنك خلاص سلمت نفسك لله. وده يا صاحبي أجمل إحساس في الدنيا كلها. الركن الخامس بقى يا بطل هو أعرف إن الزمن مش واحد. بص يا صاحبي، من أكتر الحاجات اللي بتخلينا نقع في المقارنة إننا ننسى إن ربنا كتب لكل واحد فينا توقيت مختلف. يعني اللي ربنا كرمه بدري ده مش أحسن منك ولا حاجة، هو بس دوره جه قبلك. واللي لسه مستني فرحته مش متأخر ولا حاجة، ده لسه في مرحلة التهيئة. فريح نفسك بقى كده وما تقارنش بداياتك بنص طريق غيرك، لأن أنت مش شايف الصورة كاملة. ربنا يا عزيزي بيدي كل واحد رزقه في الوقت اللي يناسب قلبه. يعني في واحد ربنا رزقه بدري علشان ما يتغرش، والتاني ربنا أخر رزقه علشان قلبه يتصلب ويتعلم الصبر. فالتأخير هنا مش دايما عقاب، لأنه ساعات بيكون حماية أو إعداد لمرحلة أعظم. كل تأخير في حياتك يا صاحبي له حكمة، لازم تبقى عارف الموضوع ده كويس جدا. بس انت محتاج تهدى وتصدق ان التوقيت الالهي هو الادق مش اللي في دماغك. الناس يا صاحبي ممكن تستعجلك وتقولك انت لسه متاخر، بس ربنا بقى بيقولك استنى شويه، انت لسه وقتك ما جاش. واول ما يجيلك وقتك هتفهم ليه كل حاجه اتاجلت بالملي. اللي بيفهم المعنى ده يا عزيزي بيعيش مرتاح، ما بيحسدش حد ولا بيتوتر من التاخير. وده ببساطه لانه عارف ان ربنا مش بيأخر رزق حد، هو بس بيوزعه بعدل. تعالوا بقى نشوف الحكمة الإلهية من التأخير، وهو ده بقى الركن السادس. الركن السادس يا عزيزي هو كل تأخير لحكمة. بص يا صاحبي، كل مرة كده بتحس إن أنت اتأخرت أو إنك كنت تستحق توصل وما وصلتش، افتكر دايما إن ربنا ما بيأخرش حد عبث. وده لأن كل تأخير في حياتك هو جزء من خطة دقيقة جدا ربنا يا صاحبي بيكتبها بحكمة، حتى لو أنت دلوقتي مش فاهم الكلام ده. للأسف بقى الناس ساعات بتفتكر إن التأخير فشل، لكن في الحقيقة هو تجهيز. ربنا يا صاحبي ساعات بيأخر حلمك علشان يجهز لك قلبك، أو يبعد عنك شر، أو يوصلك للي أحسن من اللي كنت بتتمناه. وساعات كمان يا صاحبي بيأخر النجاح علشان لما توصل له تبقى عارف قيمته وتحافظ عليه. اللي بيبطل يقارن نفسه بغيره ويفهم إن التأخير ده خير هو بس اللي بيعرف يعيش مرتاح، لأن اللي بيستعجل دايما بيحرق طاقته في الشكوى، لكن اللي عنده يقين بيستغل وقته في التطوير والدعاء. وتخيل كده يا صاحبي لو انت كنت خدت اللي نفسك فيه في الوقت الغلط، هنا بقى ممكن تضر نفسك او تضيع الحاجة دي هباء. بس الجميل بقى في الموضوع ده ان ربنا ارحم بيك من نفسك، بيأخر عنك الحاجة اللي انت شايفها حلم لحد ما تبقى مستعد علشان تستقبلها وتحافظ عليها من غير ما تضيعها. كل تأخير يا بطل وراه رسالة، بس لازم تهدى كده علشان تفهمها، وكل انتظار وراه خير خفي ربنا مخبيه لحد اللحظة اللي هيفتح لك فيها الباب وتقول سبحانك يا رب دلوقتي أنا فهمت ليه كنت مأجلها. افهم ده كويس جدا يا صاحبي، التأخير مش نهاية، ده بداية النضج. واللي بيرضى بتوقيت ربنا عمره ما بيندم، لأن ربنا دايما بيوصل الحاجات في الوقت الصح مش في الوقت اللي انت اخترته. ارضى يا صاحبي عن نفسك
واسعى سعي صادق. وهو ده بقى يا عزيزي الركن السابع. بص يا صاحبي، من غير رضا عن نفسك عمرك ما هتحس بالسلام الداخلي اللي انت بتدور عليه. بس خد بالك ان الرضا مش انك تكسل وتقول انا كده كويس وخلاص. الرضا الصح هو انك ترضى بنفسك وانت بتسعى تتغير، يعني تكون شايف ان انت لسه في رحله، وما تجلدش نفسك على كل غلطه ولا تقلل من قيمتك علشان انت لسه ما وصلتش. ربنا يا صاحبي مش طالب منك الكمال لانه عارف ان انت بتغلط، بس اللي بيفرق بقى هو السعي الصادق. يعني تكون بتقوم بعد كل سقطة وبتحاول كل يوم تبقى أحسن من اليوم اللي قبله. اللي بيسعى يا صاحبي بإخلاص حتى لو وقع ربنا بيبقى شايف تعبه ومش بينساه. فارضى بنفسك بقى اللي بتحاول، اللي بتغلط وبتتعلم، اللي بتتوب وبتبدأ من جديد، واللي لسه بتكافح في طريقها لحد دلوقتي. ارضى بنفسك يا بطل لأنك لسه ما استسلمتش ولسه بتدور على رضا ربك. الناس صحيح ممكن تحكم عليك من شكلك أو من إنجازاتك، لكن ربنا بيشوف نيتك وسعيك. فلو قلبك صادق بقى اعرف ان انت على الطريق الصح حتى لو الطريق كان طويل. الرضا عن النفس يا صاحبي مش معناه ان انت تقف، لكن معناه ان انت تحب نفسك وانت بتصالحها. تحبها علشان ربنا خلقها بميزان، فيها نقص بس فيها جمال، فيها ضعف بس فيها امل. خليك دايما فاكر يا صاحبي ان اللي بيرضى بنفسه وهو بيسعى بيعيش في سلام وبيشوف بكره في كل خطوه. فارضى بقى عن نفسك النهارده وكمل سعيك بصدق، لان ربنا بيشوفك وبيجهز لك لحظه الفرج اللي هتنسيك كل تعبك. اما انت بقى يا بطل لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو ولو لسه ما عملتش، وبالمره كده تسيب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. وما تنساش لو عندك اي فكره لموضوع معين يا ريت تسيبوها لنا في التعليقات.